ياسين منصور يبدأ التجهيز للانتخابات، وخطة تدعيم فريق الكورة سلاحه لكسب الرضا الجماهيري. سيد عبد الحفيظ على منصب نائب الرئيس أو مدير رياضي في مشروع. يا ترى إيه القصة وإيه التفاصيل؟ كلام مهم هنكشفه لحضراتكم في التقرير ده. بدأت بعض الأصوات في الجمعية العمومية للنادي الأهلي تلتفت حول رجل الأعمال ياسين منصور بمجرد ما عرفت إنه بالفعل بيفكر في الترشح لرئاسة الأهلي، وأعد مشروع ضخم لتطوير النادي وتحويل الفريق لمنظومة عالمية قادرة إنها تروح مونديال الأندية كل 4 سنين وتنافس على مركز التقدم. مصادر مقربة من رجل الأعمال الأهلاوي قالت إنه عايز معاه في قائمته بعض الأعمدة الأساسية وقدمها لبعض الجهات علشان يستأذن ضمها قبل التفاوض معاها. أول اسم عايزه معاه ياسين منصور هو سيد عبد الحفيظ، وهيخيره بإنه يكون نائب رئيس له في القايمة أو يتولى منصب المدير الرياضي بعد انتخاب المجلس الجديد. كمان بيفكر في ضم هادي خشبة لقائمته منتظر الموافقة. وفي ملف الصفقات وعد بضم إبراهيم عادل وعودة رمضان صبحي ومحمد عبد المنعم ومصطفى العش ومهاجم برازيلي بميزانية لن تقل عن 5 مليون دولار. ياسين منصور رصد ميزانية مبدئية من جيبه الخاص للانتخابات الجاية 4 مليار جنيه، ومش هيتخلى عن حلمه.